بعدها بتبقى يونجي حاسة بكل حاجة لكن مش قادرة تقاوم، وبتكشف الدكتورة على أسنانها وبعدها بتحميها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في زنزانة وفي بنات تاني زيها، وبتسمع صوت راجل بينده على البنات من بره، فبيقفوا. لما بيطلعوا بره بيكون بوب جايب لهم قطط صغيرة وبيطلب من كل واحدة فيهم إنها تاخد منه قطة، لكن يونجي بتفضل نايمة في مكانها ما بتتحركش. فبيروح لها بوب وبيقول لها إن والدها بلغ عن اختفائها وبيقول لها معلومات كاملة عن حياتها هي وعيلتها، وإنهم نقلوا لأمريكا من فترة قريبة، وبيقول لها ان اسمها مش لايق على بنت امريكية وانه هيسميها آدن لان الاسم ده معنى السعادة، وبيعرفها انه هيسمح لها بيومين بس عشان تتخلص من احساسها بالصدمة، وبعدها لازم تمشي على القوانين اللي حاططها للمكان، وانها لازم تستحمى الصبح وبالليل، وان بعد اي علاقة تعملها لازم الدكتورة تكشف عليها، وبيهددها بانها لو تسببت له في اي مشاكل هيأذي عيلتها لانه يعرف كل حاجة عنهم. وبعد ما الدكتورة بتفحص كل البنات بيقفوا صف وبيدي فوجن لكل واحدة